تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، استهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. مصلحة الغابات والحياة البرية تؤكد اكتشاف ظبي محلي. كلية أسمر للتربية الأهلية تخرج دفعة جديدة. نجاح التنمية الزراعية في إقليم جنوب البحر الأحمر. قادة مجموعة ال20 ينددون بتفاقم التوترات التجارية واتفاق تاريخي بين أوروبا والميركوسور. وموجة حارة غير مسبوقة تجتاح فرنسا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت مصلحة الغابات والحياة البرية في التصريح الصحفي الذي أدلت به الوسائل الإعلام المحلية عن اكتشاف نوع رتري من الظباء للمرة الثانية. وفي التوضيح الذي أدلى به مسؤول فرع الحماية والتنمية في المصلحة السيد فوتسوم حقوسة اليوم 29 من يونيو، أشار إلى أنه كان قد تم اكتشاف ظبي رتري لأول مرة في العهد الإيطالي، لأنه نتيجة للأنظمة الاستعمارية والصراعات المتعاقبة لم تتوفر أي معلومات بخصوصها. لكن في مايو الماضي شوهد للمرة الثانية في منطقة إدرات بمديرية دقي بإقليم القاشبركة. وأشار المسؤول بأن الظبي الذي أجرت له الدراسات بشأنه لشهر كامل له علامة سوداء في جزء من بطنه وبإمكانه العيش دون ماء لعام كامل. وذكر السيد فوتسوم بأن الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة صنف الظباء الإريترية من الحيوانات البرية التي تواجه خطر الانقراض على المستوى العالمي. وبعد الاستغلال تتكاثر الحيوانات البرية في إريتريا وتظهر أنواع جديدة منها نتيجة الاهتمام الحكومي بالبيئة، ويمكن العثور على أنواع أخرى إذا أجريت الدراسات الموسعة. وأوضح أن العثور مرة أخرى على هذا الظبي هو نتاج الوعي الشعبي المتنامي للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى تأكد عام 2016 وجود سلحفاة المياه العذبة التي تعيش فقط في إريتريا والتي استكشفت من قبل عام 1835. خرجت كلية أسمر لإعداد المعلمين اليوم 29 من يونيو الجاري 564 معلما، بينهم 313 معلمة، بعد تلقي دراسة لفترة عامين وللمرة 22. وفي الكلمة التي ألقاها مدير الكلية السيد برخت الضربي قال أن أساس التطور هو التعليم، لذلك ينبغي إعداد معلمين أكفاء وأوفياء لتقديم تعليم أكاديمي كفو، مشيرا إلى أن الكلية تسهم كثيرا في هذا المجال. وأوضح أن مهنة التعليم في البلاد محترمة ومرقوبة، وعلى الخريجين إدراك تحمل مسؤولية الطلاب ومستقبلهم. وذكر ممثل الخريجين أنهم يدركون المسؤولية الكبيرة الملقاة عليهم مع بدئهم العمل، وهم على استعداد للارتقاء بتوقعات المواطنين، داعيا لخلق فرص تطوير دراساتهم. وقال المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس هيلا مريم أن التعليم أداة للتطور والرخاء، وعلى الخريجين المساهمة بكفاءة بالعمل التطبيقي. أعلنت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في التقييم نصف السنة والذي أجرته يوم 27 من يونيو الحالي أن التنمية الزراعية عامة وتنمية البساتين الخاصة تحقق نتائج مرضية. وأشار التغطية الزراعي المقدم إلى هطول 149 ملم من الأمطار، وزراعة مساحة 50 هكتار أنتجت أكثر من 1200 كنتال، إضافة إلى تنمية مساحة 130 هكتار بالخضر والفاكهة وإنتاج أكثر من 4000 كنتال، موضحا إنجاز أكثر من 30% من بناء سد دبايسيما للدفع بالنشاط الزراعي. وحول الخدمات الصحية، أوضح الاجتماع عن ارتفاع متلقي الخدمات الصحية بنسبة 49%، ورعاية الأمومة والطفولة بنسبة 52%. وذكر الاجتماع القيام بدعم جمعيات الصيادين التعاونية لتطوير وتقوية صيد السمك، حيث تم صيد أكثر من 51 طن من الأسماك وإنجاز عملية تجديد واستخراج تصاريح القوارب. وأوصى الاجتماع لتقوية المشاركة في التعليم واهتمام الطلاب ومواصلة المشاركة الشعبية
لحماية التربة وحفظ المياه وحماية الآثار والثروة القبية. وأشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي بالمشاركة الفاعلة للمواطنين والمؤسسات الحكومية، داعيا لمواصلتها في النصف الآخر. نظمت السفارة الإيطالية في كينيا حفل استقبال للدبلوماسيين بمناسبة الذكرى 28 لاستقلال البلاد. وقدم سفير إيطاليا في كينيا السيد بيان الرسوم في الحفل الذي حضره المسؤولون الكينيون وعدد كبير من الدبلوماسيين وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية. قدم الشكر للحضور وأشار إلى التصدي والصمود الذي أبداه الشعب الإيطالي لمواجهة التحديات والمؤامرات لأكثر من 50 عاما مضت والتضحيات التي قدمها. وقال أن عهد السلام والصداقة الجديد مع أثيوبيا والمرحلة الجديدة المبشرة في المنطقة نتاج لذلك. وأوضح بأن الدول إريتريا وأثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان والسودان قد دخلت في تعاون وتشاور دبلوماسي لحل المصاعب، وهذا الجهد الهادف بناء سلام واستقرار القرن الأفريقي يحتاج لدعم المجتمع الدولي. من جانبه أشار ممثل الحكومة الكينية سكرتير إدارة وزارة الخارجية الكينية السيد أبابو نامومبا لزيارة الرئيس إسياس أفورقي لكينيا وزيارة الرئيس أهورو كينياتا لإريتريا، مؤكدا على العلاقات الإريترية الكينية الجيدة. وقال أن اتفاق السلام الموقع بين إريتريا وإثيوبيا مهم لسلام وتنمية المنطقة ويكون قوة أيضا لمنظمة الإيجاد. وكانت الجالية الإريترية في كينيا قد احتفلت بعيد الاستقلال 24 من مايو. عقد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سيمينارا يوم 27 من يونيو مع شركاء حول الأمراض المحتاجة للاهتمام الخاص. وأوضح السيمينار الذي شارك فيه أكثر من 40 من ممثلي الاتحادات الوطنية ومكاتب الوزارات وأعضاء الإدارة، أوضح الأمراض التي بإمكانها الظهور على شكل وباء والأنشطة التي يتوجب على المجتمع والمؤسسات الصحية والإدارات القيام بها لمكافحتها. وقال مدير مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانيل محرتاب أن الجهود التي يقوم بها المكتب بالتعاون مع المجتمع والشركاء لمكافحة الأمراض وإنجاح برامج التطعيم تحقق نتائجا مرضية، وتجري أنشطة التوعية اللازمة لمكافحة الأمراض التي يمكن درءها بالنظافة الجسدية والبيئية مثل التهابات الرئة وأمراض العيون والملاريا والكرفس. وأهب المواطنين للقيام بأنشطة النظافة البيئية ودفن أماكن توالد البعوض مع بدء موسم الأمطار للسيطرة على الملاريا والكرفس الذي تنقله البعوض، وحث لمحاربة الكلاب الضالة والقيام بالمتابعة الصحية للحيوانات المنزلية للحد من الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. تبرع المواطنون المقيمون في أمريكا وهولندا وأثمر بمبلغ $26,000 و8,600 يورو و12,000 نقفة لصالح أسر الشهداء. ووفق المعلومات الواردة تبنى 16 مواطن من الجالية الإيطالية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء تبنوا أسرة شهيد لفترة عام، و30 آخرين تبنى كل واحد منهم كفالة أسرة لفترة سنة واحدة، حيث تبرعوا بمبلغ $26,167. كما تبرع المواطنون المنضويين في مجموعة بالتوك بمبلغ 8,600 يورو لتأهيل أسر الشهداء. وتبرعت أسرة تقيم في أسمرة لا تريد ذكر اسمها ب8,600 نقفة لصالح أسرة شهيد واحدة، إضافة إلى كفالة 8 أسرة شهيد لفترة عامين. السادة والسيدات، إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. أقر قادة دول مجموعة ال20 أن حدة التوترات التجارية والجيوسياسية تصاعدت، وذلك في ختام قمتهم التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان، وهيمن عليها النزاع التجاري الصيني الأمريكي.
وأحجم قادة مجموعة العشرين على التنديد بالحماية التجارية، ودعوا بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري حر ونزيه وغير منحاز. وحذر البيان أيضا من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا مع زيادة حدة التوترات التجارية والجيوسياسية. وقال البيان أنهم يسعون جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء الأسواق العالمية مفتوحة. توصل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة ميركوسور البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي إلى اتفاق تجاري واسع النطاق كان الجانبان يتفاوضان بخصوصه منذ 20 عاما بحسب ما أعلنت مصادر رسمية. ويكلل هذا الاتفاق مفاوضات شاقة استغرقت عقدين من الزمان بين الاتحاد الأوروبي والدول الأمريكية الجنوبية الأربعة، وتوقفت بسبب حساسية المزارعين الأوروبيين من سوق لحوم الأبقار. ويأتي إبرام هذا الاتفاق في وقت تجد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها عالقة في العديد من النزاعات التجارية، في مقدمها حرب تجارية مع الصين وتوترات مع الاتحاد الأوروبي. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه اللحظة التاريخية من جهتها وصفت البرازيل الاتفاق بالتاريخي في حين اعتبرته الأرجنتين بأنه غير مسبوق. ويأتي الإعلان عن الاتفاق الذي ما زال يتعين أن توافق عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة. سجلت فرنسا يوم الجمعة أعلى درجة حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل، في حين ارتفع عدد وفيات الموجة التي تجتاح معظم أنحاء أوروبا. وذكرت محطة ميتيو فرانس للأرصاد أن الحرارة في إقليم بروفانس في جنوب البلاد بلغت 45.9 درجة مئوية، لتزيد بواقع درجتين تقريبا عن الرقم القياسي السابق الذي بلغ 44 درجة في أغسطس 2003. وفي إسبانيا حيث بلغت الحرارة أكثر من 43 درجة مئوية لليوم الثاني على التوالي، استعرت حرائق الغابات في نطاق 60 كيلومتر مربع بإقليم تراغونا بشمال شرق البلاد. في مدينة بلد الوليد قالت الشرطة أن رجلا مسنا يبلغ من العمر 93 عاما انهار وتوفي متأثرا بالحرارة. وفي بلدة صغيرة خارج مدينة قرطبة توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاما نتيجة آثار مرتبطة بعدما قفز في حوض السباحة. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العام الجاري في طريقه ليصبح من بين أشد الأعوام حرارة على مستوى العالم. استخدم الفنان البريطاني بروس مونرو 58,000 كرة زجاجية مطعمة بالألياف البصرية لإضاءة 15 هكتارا من حقول النبيذ بتلال ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأطلق الفنان على معرض اسم حقل الضوء، وهو أكبر معرض له حتى الآن. ووصفت إحدى الزائرات العرض بأنه مثل السير عبر لوحة مائية من لوحات الرسام موني. وصلنا إلى نقطة الختام. دمتم في أمان الله وحفظه.